السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. الرؤية دي رؤية من اغرب الرؤى اللي سمعتها، وعمري ما نسيتها ولا نسيت القصة بتاعتها، وحبيت احكيها لكم النهاردة لان فيها تفاصيل كده تتحكي في الرموز قد ايه مهمة وقد ايه جميلة جدا. النهاردة هنتكلم عن رؤية بنتين اخوات شققاء ما لهمش غير بعض، عايشين مع بعض طول حياتهم، ما عندهمش الاب ولا الام. وشافت اخت منهم الرؤية دي. كانت الاخت دي متزوجة، والاخت التانية كانت مطلقة، وكانت عايشة معاها لحد ما ربنا يكرمها بالعريس المناسب. يعني كانت عايشة معاها وهي متجوزة، وكان عندها اولاد، وكانت خالة جميلة جدا واخت وام وكل حاجة ليها ولبيتها ولحياتها. الرؤية بتقول: شفت نفسي في بيت اختي المطلقة، البيت ده خلاص ما بقتش ادخله، فاستغربت ان الرؤية بتحدث فيه، ولقيت في الرؤية ان انا عندي حوض سمك وبربي فيه حاجة. ايه هي الحاجة دي؟ بربي دودة. وبعدين رحت وجيت كده في الرؤية، فالدودة دي لقيتها كبرت جدا واصبحت ثعبان ضخم كبير جدا، لدرجة ان هو خرج من حوض السمك دوت وبقى يمشي جنبي في البيت. الرؤية بتحكي لي ان هو بقى طولي، يعني ماشي كده على حيله زي ما بيقولوا، ماشي جنبي في البيت من طولي، وتخين جدا، ما عمليش اي حاجة. وكنت بتكلم انا اروح يجي معايا، اجي امشي رايح جاي في ديلي كده زي ما بيقولوا. تمام. فسمعت كده هاتف في الرؤية، وكأن الناس بتتكلم وبتقول، وهي سمعت انه ازاي هي سايبة التعبان ده يعيش معاها في البيت. طب هي مش خايفة على عيالها يعضهم؟ طب هي مش خايفة على نفسها؟ وبعدين راحت قالت ايه في سرها ردا بقى عليهم؟ قالت لا لا لا، استحالة التعبان دوت يأذيني، واستحالة يعمل اي حاجة فيا. وهي ماشية لقت في حوض السمك في سمكاية صغيرة بتقول تقريبا بلطي على قد كف الايد. تمام. راحت الرائية فتحت باب الشقة، رمت السمكية ديت على السلم، وراح نزل وراها التعبان من باب الشقة بهدوء، وراحت قافلة وراه الباب، وانتهت الرؤية على كده. طبعا الرائية في الوقت ده كانت مرتبطة جدا جدا بأختها، وحزينة حزن السنين ان أختها اتطلقت، وان حالها مال، وان كذا، وبقت هي شايلة الهم. طبعا لا في أب ولا أم، وهي اللي شايلة الهم بتاعها. حزنها ما كانش على انها قاعدة معاها في البيت، هي كانت بتتكلم كل اللي مضايقني ان حظها في الدنيا كده. تمام. فكان تفسير الرؤية ايه؟ اولا انه الدودة الصغيرة دي اللي تحولت لثعبان، هي للأسف الشديد للأسف هي كانت اختها في الرؤية دي. اختها هي الثعبان اللي كان ماشي معاها في البيت، وعلشان كده وتأكيدا للمعنى ده ظهر بيت طليق اختها في الرؤية. تمام. معنى ان دودة صغيرة تتحول لثعبان معناها انه حد انت عاشرته وكبر معاك، ولكن للأسف كبر على انه شيطان من شياطين الإنس. ليه بقول لك كده؟ لأن هقول لك رؤية تانية بعدها بتعرف إيه الأحداث اللي حصلت في الحياة بعد كده. فبعدين هي فتحت الباب وخرج الثعبان بهدوء ورمت السمكة. إيه موضوع السمكة ده؟ ما هو برضو كان في خير بينهم، أكيد في أي علاقة فيها شوية خير، بس بص نسبة الخير للشر جت قد إيه؟ نسبة الخير جت سمكية في حجم كف الإيد اللي هي رمتها على السلم. يعني هو أنا لا عايزة خيرك ولا عايزة شرك. وبالفعل بعد فترة من الفترات الثعبان خرج خلاص ونزل، يعني الموضوع هيتقفل، هي هتبدأ انها تقفل الباب بينها وبين اختها. وكان ايه السبب؟ كان السبب انه الرائية ديت في يوم من الايام لقت اختها بترش لها سحر قدام باب البيت. شافتها بعينيها وهي بتدهن عند عتبة الشقة وشايلة المشاية وكده. فطبعا بالرغم برضو ان هي شافت بعينيها، بس هي ما كانتش بتصدق في الكلام ده ولا كانت بتهتم بيه، وكانت بتشوف رؤى كتيرة جدا وبرضو كانت بتهملها، وبرضو ما كانتش مصدقة ان اختها الوحيدة ممكن تكون من شياطين الانس اللي تتسلط عليها في يوم من الايام علشان تأذيها الاذى ده. الرائية ما صدقتش ابدا ان اختها ممكن تعمل فيها ده الا لما شافت رؤية حق، رؤية خطيرة جدا وفظيعة جدا. شافت انه بنتها اللي هي كانت طبعا اتأذت جدا جدا في الوقت ده، وكانت مريضة وفي الفراش وكذا وكذا. شافت ان بنتها المريضة ديت نايمة في السرير، وهي قاعدة، الام قاعدة عند دماغها كده، عند دماغ البنت، وشايفة رجل البنت عبارة عن، بدل ما هي الرجلين زي بعض كده، شايفة ان في رجل متركبة وكأنها يعني بيلت ان كده، يعني حقيقي خارج من الركبة بقية القدم كده بالعكس. تمام. كان جاي كده في اعلان، هبقى اشوف لكم الصورة دي.
تمام. جايه كده بالعكس، بتقولك كأن هي معموله كده. ومين بقى اللي كان قاعد عند طرف السرير التاني والمتسبب في هذا اللي حصل للبنت، وهي كانت زعلانه جدا عشان بنتها في الرؤيه، ومين اللي عمل في رجلك كده وازاي رجلك كده، وبترفع عينيها بصت لقت اختها هي اللي قاعده عند طرف السرير بتنظر لها بمنتهى الخبث والمكر والفرحه الخبيثه جدا. وكانت كمان عينيها ملونه في الرؤيه، هقول لكم يعني ايه الرمز ده. وكانت بتبص بالخبث والفرحه دي للبنت وهي نايمه قاعده الفراش ورجلها بالشكل اللي وصفته لكم ده. الرؤيه دي كان معناها ايه بقى؟ معناها انه للاسف الشديد الاخت ما انتهتش لحد هنا، الاخت عملت لها اسحار وكانت بتنتقم منها في الاولاد. هتقولوا لي بتنتقم منها ليه؟ ما اكيد عملت فيها حاجه. طبعا عملت فيها حاجه، لانها ما اتطلقتش ولانها كانت عايشه حياه سعيده من وجهه نظر الاخت، ومن وجهه نظرها برضو ان ليه اكون انا اللي شكلي وحش قدام الناس، وليه انا اللي اكون يعني مطلقه وشريده وكده. لا، احنا الاتنين نتشرط بقى ونعيش من غير ازواج. هو الغيره قتلتها، الغيره قتلتها لدرجه ان هي كرهت ان اختها عندها بنت وفرحانه بيها وبتحبها، فاكتر حاجه فكرت فيها توجع بيها قلب اختها. وطبعا غير سحر التفريق اللي اتعمل للاخت، فكانت فعلا برضو على وشك الطلاق. ولكن الرؤيه دي نبهتها انه الطلاق اللي انتي داخله عليه، مشاكلك مع الزوج، مرض البنت الفظيع ورقدتها في الفراش بالشكل دوت، كل ده للاسف الشديد كان بسبب الاخت. زي ما قلت لكم لون العينين في الرؤيه كان معناها سيطره قرينه اختها عليها، يعني الاخت دي قرينتها سيئه جدا لدرجه ان هي مسيطره عليها ولاغيه دماغها، مسلمه دماغها للشيطان بمعنى اصح. ده كان معنى لون العين في المنام. من هنا بدات تتنبه ان الموضوع ما هواش البنت مريضه ومن دكتور لدكتور من عياده لعياده، انتبهت انه لا، ده احنا محتاجين بقى نعمل رقيه ونشوف هو ايه موضوع السحر ده، وده حقيقي في الزمن اللي احنا فيه ده. وفي ناس لحد دلوقتي بتقول يعني هو موجود بس كان زمان، اصل هو كان ايام، احنا الزمن اللي احنا فيه ده الايمان قل جدا والموضوع زاد جدا. البنت دي الحمد لله بفضل الله كل الامراض، طبعا الموضوع ده مر عليه كذا سنه، بفضل الله كل الامراض اللي كانت فيها راحت تماما، بفضل الله خفت. قد ايه الرؤى يا جماعه بتبين لنا اللي احنا مش شايفينه بعينينا في الحقيقه. هو ده الفرق بين البصر والبصيره. هو ده لما نقول يا رب ارزقنا البصيره، احنا شايفين بعض حلوين وبنضحك في وش بعض وجمال، لكن اللي في القلب بقى ايه؟ هو ده اللي بيبان في الرؤى. انا الفيديوهات بتاعتي مش بتقول اكرهوا اخواتكم وابعدوا، والناس اللي بتقول تحت احنا مش هندخل حد بيوتنا وكده، لا، الفيديوهات بتقول عليك بالحذر. ومش بس كده، انت مهما اخدت حذرك، لكن اللي عايزه اقوله لك خلي صلتك بالله قويه، خلي قرآنك في يومك، خلي اذكارك في يومك، خليك مع ربنا عشان هينبهك في الرؤى، عشان بصيرتك هتبقى كبيرة، عشان الشفافية. ما قابلتش ده في الإخوات، هتقابله في العائلات على المستوى الأكبر، هتقابله حتى في الشغل. تخيلوا إن أنا جات لي رؤية في حد عمل في زميله عمل والله العظيم يعني حاجات غريبة جدا، عمل في زميله عمل عشان يخليه يمشي من الشغل. يعني الرؤى واضحة، الرؤى واضحة، والشخص عنده الحاجات اللي فعلا إن هو مصاب، والشخص التاني واضح في يعني احنا هنعمل ايه تاني بقى؟ فهي الفكرة انت هتحذر من مين؟ خلاص نقفل على نفسنا قفص بقى، فمش هينفع. هي الفكرة قوي علاقتك بربنا عشان ربنا ينجيك، عشان يجي لك رؤى، عشان يجي لك تحذير، عشان تبقى بتشوف. الرؤى هي البصر الحقيقي من وجهة نظري. احنا كلنا لزاز وكلنا دمنا خفيف وكلنا بنضحك، لكن ربنا وحده هو اللي عارف اللي في القلوب. ولو ربنا نبهك في الرؤى بحاجه يبقى هو عايزك تعرف، يعني ما فيهاش بقى كلام. عشان كده ما بيجيلي رؤى من النوع اللي فلان هو اللي اذي علان، بقول اصل انا مش انا اللي بعت الرؤيه، ربنا عايزك تعرفها. تمام؟ فمع مراعاه طبعا ممكن يتلبس الشيطان في الشيء دوت او كده. فاللي انا عايزه اقوله خلوا بالكم مش من الناس، خلي بالك مع علاقتك مع ربنا، خلي فيه لينك كده جميل جدا بينك وبينه، خلي ساعتك كده معاه في القرآن وفي الأذكار، واوعى تنسى دايما وانت قاعد ساكت لسانك رطبا بذكر الله. خلي دايما في حياتك نور، القرآن نور والقرآن هدى، يعني ربنا يهديك ويهدي لك طريقك ويفهمك ايه اللي بيحصل، والقرآن شفاء. بعد كده بإذن الله القرآن أصلا ممكن يبعد عنك أذى الشياطين.
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يجوا يدوروا عليك ما يلاقكش، ما يعرفوش يأذوك أصلا. عشان كده العلاقة بربنا هي اللي أهم من كل ده. تمام؟ ده اللي أنا عايزة أقوله، وربنا يحفظكم جميعا. الدنيا فيها الحلو فيها الوحش وفيها كل حاجة، وهنفضل في دار الابتلاء دي نختبر ونختبر عشان بعد كده إن شاء الله ناخد أجر وراء أجر. تمام؟ ربنا يتولاكم بحفظه ويحفظكم من أي أذى أو شر أو مكر، اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى الحلقة تكون مفيدة لكم، إن أصبت فمن فضل الله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.